السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني متابعيني مين؟ ايه متابعيني دي؟ عيلتي واسرتي الكبيرة. احلى لايك واحلى شير واحلى سبسكرايب لمطبخ ام محمود اللي انتم مربعين جوه قلبها. ايوه هو ده بالظبط. خليكم كده معايا لاخر الفيديو هتشوفي التكات والحركات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد. هنعمل احلى فطاير النهارده بتكات وحركات مطبخ ام محمود. بس خليكم معايا وشوفوا، وانتوا اللي هتعلقوا في الكومنتات بقى وتكتبوا لي التعليقات بتاعتكم اللي بترفع راسي بتخليني معنوياتي مرتفعه مرتفعه. واللايك اللي بينشر الفيديو وتنشري لي جيرانك واصحابك وعيلتك. اللايك يا جماعه، اللايك انا بحبك بحبك وبحط لك اللايك وبشاهد لك والله العظيم بما يرضي الله. النهارده خش في الموضوع يا ام محمود. هنعمل كده مخبوزات جميله ان شاء الله، بس حاجه ايه وهم فاخر من الاخر. معانا هنا بيضتين اهم، بيضتين اتنين. بيض يعني فانيليا او خل. انا هحط الاتنين، ادي الفانيليا وادي الخل، انت اختاري اللي يعجبك فانيليا او خل. وادي معلقه الخل، معلقه الخل. طبعا الخل يا جماعه احنا عارفين ان هو بيضيع زفاره الايه، البيض. تمام. ومعانا هنا معلقتين آه، كوبايتين اتنين زبادي. معانا كوبايتين اتنين زبادي. المقدار ده على قد ايه يا جماعه؟ على كيلو. المقدار ده على كيلو ايه دقيق. انت عايزه تعمليه على نص ماشي. واخدين بالكم اهو. معايا علبه جبنه من اللي هي ايه، ربع كيلو اهي. واخدين بالكم؟ علبه جبنه من اللي هي ربع كيلو. هتعملي ايه يا ام محمود؟ هناخد ايه، ربعها بس اهي. تمام، خدنا ربعها. معايا معلقتين اتنين سكر مطحون. ادي واحده اتنين، انا هخليهم ايه تلاتة عشان تبقى مسكرة بالزيادة. سكر مطحون. تمام. لو ما عندكش سكر مطحون هتحط سكر ناعم، بس يا جماعة في الوصفة دي يفضل ان هما يبقوا تلاتة. اقصد اقول يفضل ان هو يبقى سكر مطحون. واخدين بالكم؟ مش عايزين تحطوا سكر خالص ما تحطوش. وده الخليط بتاعنا كله اهو. 3 معالق السكر على البيضتين على الزبادي على الجبنه فيتا براميلي اللي انت عايزه تحطيه حطيه. واخدين بالكم كده اهو؟ الخليط اهو بتاعنا اهو. والخميره بصوا، انا يا دوب نشطتها بمعلقتين ممسوحين. شوفوا عامله ازاي الخميره اهي. هنحطها بقى هنا ونسمي الله. لازم كنت انشط الخميره بتاعتي يا جماعه، حتى لو انا واثقه منها لربما وانا حطها في التلاجة تكون صلاحيتها انتهت، تكون باظت فسدت بمعنى اصح، فانا لازم احطها كده. تمام كده. هنعمل ايه بقى تاني يا ام محمود؟ هنقول هنعمل ايه. معانا ذره ملح. بصوا حاجه، عشان الجبنه كانت مالحه يا جماعه. تمام كده. وحطينا السكر عايزه تقللي فيه عايزه تكتري براحتك. معاكي ايه تاني يا ام محمود؟ بسم الله ما شاء الله. انت ما حطيتيش ماده دهنيه يا ام محمود؟ لا، ما احنا مش هنحط ماده دهنيه. معايا كيلو دقيق 5 نجوم. معايا كيلو دقيق 5 نجوم. تمام كده اهو. هنخله وارجع لكم تاني. هنا بقى جاءت مرحلة اليد، ان احنا نشتغل بالبركة بتاعتنا اللي هي ايدنا بقى. خلاص بقى قلبناه كده، يبقى احنا جينا في مرحلة الايه، اليد. تمام كده. نلم بقى كده. هنشوف لو هتحتاج حاجة هقول لكم هي احتاجت ايه او هي زي ما هي. تمام كده. عايزه اقول لكم ان هي ريحتها وهم. دي لا نقطه زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، وريحتها تجنن. هن ايه اللي عنده شويه طاقه كده يحطهم فيها شويه كده، وبعدين ايه نرجع لكم تاني. طب انت يا ام محمود ما قلتيش انت حطيتي قد ايه لما جيتي تعملي الخميره تفوريها؟ حطيت معلقه سكر ونص مج او 3/4 مج من بتاع الشاي اللي احنا بنشرب شاي بو شاي ميه. يبقى الميه مع الزبادي مع بقيه المكونات. عجنتها خدت قد ايه؟ 10 دقايق في العجين بتاعها. 10 دقايق. تمام كده. هتعملي ايه بقى دلوقتي يا ام محمود؟
انا احطها بقى تخمر. انا اخمرها بطريقه امي الله يرحمها. امي كانت بتخمر ازاي في الشتاء ده بقى؟ كترت الخميره شويه، معلقتين ممسوحين، علشان احنا في ايه، الدنيا برد، العجين بيطول. احط هنا شويه زيت اهم، تمام. بس هي ده الماده الدهنيه اللي انا ايه استعملناها، وفرنا في الزيت. طب اقول لك على حاجه، فكره جميله قوي ام محمود هتقولها لك. لو انت عندك لبن قاطع، لبن رايب، مبروك عليك، تستعمليه يبقى جميل احسن من الزبادي. تمام كده. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. كده هنغطيها، غطيها بالاسترتش، نغطيها بكيس تلاجة زي ما نغطيها، ونروح بقى ايه مغطيينها بالفوطة، واحطها فين؟ تحت البطانية، تحت اللحاف، عليها كمان فوطة كمان، واحطها واغطيها. هنا بقى اهوت، بصوا بسم الله ما شاء الله، هي خمرت بالظبط، خدت معايا تلت ساعة، نقول نص ساعة عشان نوسع على بعض. تمام كده. بصوا بقى، الله اكبر عليها، شوفوا الجمال، ملبن ملبن، حاجه كده وهم وهم وهم. قبل ما نقطع وقبل ما نعمل اي حاجه، معايا الصينيه بتاعتي اهيت، احط فيها ايه، حبه زيت كده وادهنها، علشان خاطر انا ما عنديش ماده دهنيه في الايه، في المخبوزات بتاعتي دي. تمام. اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود. عايزه اقول لكم ان عجلتها ملبن، ونسيت اقول لكم بصوا ان المقادير انا هعملها كده، المقادير مظبوطه، لا حطيت دقيق ولا حطيت ماده سايله تانية، لا جاف ولا سايل. واعمل كده، وهروح بقى ايه عاملاها ايه، بقجه كده. لازم تفرديها وتتنيها كده. انا مش بعمل عيش فينو يا جماعه، بس انا بقول لكم الدنيا معايا ايه اللي انا عاملاه كده اهو. تمام اهي كده، واروح فردها كده. بسم الله ما شاء الله عليها، عجينتها ولا محتاجه تتريح ولا اي حاجه، تمام زي الفل. بصوا، عايزه اقول لكم ولا محتاجه تتفرد بنشابه ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله عليها، متكلمه عن نفسها. عايزه اقول لك ان انا عايزاها السمك ده ما ترقهاش، مش عايزاها تبقى مبطوطه، انا عايزاها تبقى منفوخه وحلوه كده، عشان هقول لك ليه. قمر منور، عايزه اقول لكم ان ده قمر بسم الله ما شاء الله عليه، قمر منور بجد يعني. عملت ايه هنا يا ام محمود بقى؟ هقول لكم هنعمل ايه هنا بقى. هنا حاطه معايا معلقه سكر ممسوح، وبقلبها كده. وهنعمل ايه بقى، هدهن الوش كده من فوق، ممكن ما تدهنهوش ولا تعملي فيه اي حاجه، بس التكه والحركه دي يعني عشان خاطر حاجه واحده بس. عشان خاطر ايه يا ام محمود؟ عشان خاطر السمسم الجميل اللي احنا هنحطه عليها ده، بس مش اكتر من كده. مش عايزه تحطي سمسم ولا تعملي الحركه دي، ما تعمليهاش، ده حاجه براحتك. شوفوا، شوفوا مرتفعه وخمرها عامل ازاي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، عجينه بتتكلم عن نفسها، عجينه بتتكلم عن نفسها. عايزه تحط حبه البركه، مبروك عليكي، حط حبه البركه. عايزه تخليها ساده خليها. شوف انا ايدي بتعمل ازاي، مش بضغط ولا بحمل عشان ما فيش الايه الخمر بتاعها. تمام كده اهو، بس كده رقيق رقيق كده. ديت اللي بالغموس منها فيها، تحطها في اللانش بوكس، تاخدها معاكي في الشغل، تفطري بقى الصبح، تقعدي ساعة المغرب بالليل كده، بنبقى قاعدين كلنا ونقول نعمل شوية شاي كده، طقم شاي جميل كده، نقول عايزين حاجة ناكلها بالايه، بالشاي واللبن او الشاي السادة اللي انت عايزاه. بصي عايزة اقولها لك، انت عارفة والله العظيم ان هي احلى من 100 كايزر ومن 100 فينو. وشوفي التكات ولا مادة دهنية ولا اي حاجة، بيض ولبن وخلاص على كده. بصي عايزه اقول لك قلبها من جوه شايفه عامله ازاي، بصي بسم الله ما شاء الله عليه، ايه الجمال ده، ايه ده. حطي بقى اللي هنا اللانشون، حطي البرجر، حطي جبن، حطي اي حاجه زي ما انت عايزه. ادهني بقى مربى لو انت، واللي رب خير من اللي اشترى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الف هنا وشفا على قلوبكم. اهي ادي المربى اهي، وتدهني بقى هنا كده. بصي المربى بتتكلم عن نفسها، الله عليه، واخدين بالكم. عايزه اقول لك بقى ايه، شوفي انا عايزه اوريكي، بصي شوفي اهي، شوفي رجعت تاني زي ما كانت. والله يا جماعه
هتدعوا لي، ما تنسونيش من صالح الدعاء. احلى حاجه اللايك والشير. اللايك يا جماعه قلنا قبل من كده ما بيكهربش، نحط اللايك ونحط الشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود، والله حاجه تستاهل، وهتدعوا لي عليها وهتعتمديها على طول، مش هتبطلي ان انت تعمليها خالص. بيض ولبن وجبنه وبقسماط بقى والدنيا ايه حاجه كده. وعايزه اقول لك شايفه الخبيز بتاعها، شايفه خبيزها وشايفه القهوه، عشان هي ما فيهاش ماده دهنيه يا جماعه. فانتوا لما تيجي تعمليها بص الخبيز تحطي فيها ايه، تدهين الصواني من تحت، تدهنيها ايه دهن الزيت، وانا قايله الكلام ده كله في الفيديو. بسم الله ما شاء الله. طب يا ام محمود انا عامله كيلو بالظبط، والمقادير بتاعته بالشعره، انا عامله كيلو، هو ما فيش تحته حاجه ولا فوقه حاجه، عمل معايا 27 واحده. انا عايزاكي تقولي انت هتجيبي الواحده، يعني انت هتجيبيها بنفس الجمال ده من بره، بنفس الحلاوه دي؟ اظن مستحيل 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 يبقى بيني وبينكم اي زعل في يوم من الايام ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد. بصوا الجمال، انا عايزاك تشوفي الجمال، حاجه كده تغنيك عن كل. اظن اللي بره مش هيبقى زي ده. شايفين اللبابه بتاعته عامله ازاي، مستوي على الشعر يا جماعه، وهو يعني عايز اقول لكم كل حاجه فيه على الشعره، واخدين بالكم؟ تعمليه بنفس التكات والحركات وتديه لاولادك في اللانش بوكس. هو مش محتاج غموس لان احنا عاجنينه بالجبنه، عاجنينه بالزبادي. شوفوا هو مغذي قد ايه وحلو قد ايه. احلى لايك واحلى شير واحلى سبسكرايب لاحلى عيله ام محمود، لاحلى حاجات جميله. اللايك مش خساره في الحاجات الجامده ديت. الديك بالغموس بتاعها يا جماعه، وديك بتاعت حفيدتي انا عملتها لها، بس هي ما بتاكلش لسه طبعا، لسه عندها شهور، بس لازم انا ادلعها، واخدين بالكم؟ هدلعها يعني هدلعها. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الشاي الجميل الفاخر من الاخر. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بص بعينيك واذكر الله وقول لا اله الا الله. حاجه كده ما اقدرش اقول لكم على الجمال بتاعها. الله عليك يا ام محمود، الله الله على الجمال. شاي بلبن بقى، شاي ساده، اعملي بقى اللي ايه اللي يريحك بقى. انتي تركتك وانت وشأنك، دي مملكتك، انتي الحره فيها. بصوا عايزه اقول لكم ان انا في الله بحبكم. ديك يمكن الوحيده اللي مش عجباني، شكلها كده ايه يعني اعجر شويه كده، بس مش مهم، بس قلبها من جوه ابيض زي قلبكم. بصوا ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي يا ام محمود. انا خايفه بس الفيديو تاني يطول معاكم، وانا هزعل لو طول، وبعدين انا عارفه يعني هم كلهم دقيقتين ثلاثه. بصوا مش عايزه جبنه لان انا عجناها بالجبنه. خشوا شوفوا المكونات ايه يا جماعه. واو، خشوا لاخر الفيديو شوفوا جمال الفيديو وتكاته والحركات. اقول لكم ايه تعملوا وتتهنوا. قلت لكم سبتكم في حفظ الله ورعايته وامنه. الى اللقاء في فيديو اخر والجاي احلى واحلى. دمتم في رعايه الله، ربنا يحفظكم ليا احلى عيله. والنبي ما تنسوني من اللايك بتاعكم، الله يبارك لكم يا رب. شوفوا دعيت لكم بالبركه ازاي، في حفظ الله ورعايته وامنه. واحلى كومنت العيله بتاعتي.